هاي كيفكن؟ اللي ما بيعرفني انا احمد، وانا اليوم مش طالع بفيديو مثل كالعاده بطلع بفيديوهاتي وبتمسخر على الناس. اليوم انا طالع فضفض. اخر فتره اللي عم بيصير بالسوشيال ميديا شيء مش مقبول بشكل مو طبيعي. اكيد كلكم شفتوا عن موضوع فلسطين اللي عم بيصير بفلسطين، اكيد كلنا شفنا كيف الاولاد عم بتعذبوا والناس عم تخسر بيوتها وحياتها من ورا مين؟ من ورا قرود. اللي عم بيصير اسمه اجرام ما اسمه حرب. حرفيا اي حدا ما لازم يكون عربي او مسلم يقف مع فلسطين، لازم بس يكون عنده انسانيه، انه هي مش قضيه عربيه ولا قضيه سياسيه، هاي قضيه انسانيه. انا طالع عم بحكي بمنطق اللي هن ما عندهم اياه. شو ذنبهم هدول الاطفال عم بيخسروا حياتهم؟ شو ذنبهم اللي عم بيشوفوا مناظر التفجير، مناظر القسوه؟ هدول شو ذنبهم الناس اللي عاشوا حياتهم كلها بالحروب، اللي خسر بيه، اللي خسر امه، اللي خسر اخواته، من ورا مين؟ جيش القرود. ايه نعم يا جماعه، انا ما عم بقول عنهم القرود كانوا عم تمسخر عليهم، لا، هن كقرود. حرفيا الحيوان عنده مشاعر اكثر منهم، الحيوان عنده الانسانيه اكثر منهم. انا طالع اليوم بس فضفض، ما في نطلع غير اللي فضفض. انا بالعاده كنت كل اسبوع نزل فيديو، ما اقطع، بس الاسابيع اللي راحت ما لي نفس نزل فيديو، ما لي نفس اطلع صور، ما لي نفس اتمسخر على فلان وعلان. وعم شوف الاطفال عم يبكوا، وعم شوف الناس عم تبكي، عم شوف ناس بتستشهد، والناس عم بتصرخ، والناس عم تطلب مساعدات. حرفيا كل اللي فينا نعمله نشوف بالسوشيال ميديا، ندعمهم باي وسيله، حتى المساعدات ما عم توصلهم، لا كهرباء ولا مي. شو فينا نعمل؟ ونفس الوقت انا ما فيني اسحب على اليوتيوب، لانه هذا الشيء انا بحبه، بس اني اطلع اتمسخر على فلان وعلان وشوف الناس عم تتعذب لا، لانه ما حدا حيقبل هذا الشيء، وانا ما رح اقبله على حالي، انه شيء مش مقبول. ناس عم تتعذب وانا اطلع اتمسخر على هذا وهذا، نو واي. شو طالع بايدي اني غير اطلع واحكي قدام الكاميرا قدامكم انتو، شوف لو هذا الشيء مقبول ولا مش مقبول. بس احسن من السكوت، صح؟ لانه السكوت علامه الرضا. قتل الناس، تفجيرهم، تفجير مستشفى بيتعالجوا فيها من الاصابات اللي صايره فيهم، فجروه على اي حجه انه هن ما عندهم ميديكال ايدز، ما عندهم القدره العلاجيه، فجروا المستشفى عشان ارحم لهم. مين انت عشان تقول هذا ارحم لك انك تموت لازم فجرك؟ لا هذا ما اسمه رحمه، هذا اسمه عذاب. لا فيك تعطي مي، لا فيك تعطي اكل، لا فيك تعطي كهرباء، لا فيك تعطي بنزين، لا فيك تعطي حتى دواء او علاج، فوق بتفجر المستشفى. بالاخير كلنا فينا ندعي انه تتحرر فلسطين، لانه تحريرك كتير قرب، صدقوني كتير قرب. الله يرحم كل اطفال فلسطين، كل اهل فلسطين، كل شهداء فلسطين اللي ماتوا من وراء الحرب الشنيعه. اللي في يترجم الفيديو كان بيترجمه، اللي في ينشره لانه انا بعرف انه ما راح ينتشر، اللي في يعمل ادت ينشر على تيك توك ينشره، اللي بريحكم. اوكي، بالاخير نحن عرب او نحن بني ادمين. كان معكم احمد سبيبو، فري بالستاين. اوه ما تنسوا تعملوا سبسكرايب. اوكي.